السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض طريقة البامية باللحمة بطريقة سهلة وبسيطة جدا. بس قبل ما نبدأ اي حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وعلى صحبه اجمعين. هنا انا هعمل نص كيلو لحمة عليه نص كيلو بامية، وهقطع عليه بصلاية وسط متقطعة صغير خالص زي ما انت شايفة كده، وهجيب نص كيلو طماطم هضربها في الخلاط. طبعا كل حاجه وعلى قد المقادير بتاعتها، يعني انا مثلا لو هزود المقادير هزود البصل وهزود الطماطم، انما هي كده مظبوطه جدا زي ما هتشوفي معايا. مش هتاخد منك نص ساعه على النار، وهتخلص طبعا على طول وبتنجز معاكي في اي وقت. بس زي ما انت شايفه كده كده تمام. ضربنا الطماطم في الخلاط، هنجيب حله هنسخنها كويس جدا، هننزل عليها بمعلقتين سمنه بلدي، وهنروح ضايفين البصل اللي احنا مقطعينه صغير، هنصفره بس مش هنغمقه جامد عشان هو لسه هيكمل تحمير مع اللحمه. فلو انت غمقتيه جامد دلوقتي او صفرتيه جامد قوي وبعد كده جيتي ضفتي عليه اللحمه، هتلاقيه اغمق منك قوي وهيدي طعم مراره للطبخه كلها. فاحنا بنديله بس تقليبتين كده لغايه ما يصفر بس، ونروح نازلين عليه باللحمه على نار عاليه علشان خاطر اللحمه ما تنزلش الميه، تفضل محتفظه بالميه جواها، وهتفضل جوسي معاكي وطريه، والنساير بتاعتها تفضل طريه ما تنشفش منك. وتروحي اول ما تاخد وش تروحي واخداها على الجنب التاني، قلبها على الجنب التاني، وتاخد برضو معاكي وش. لما تاخد معاكي تتحمر على الجنبين، هتروحي نازله عليها بمعلقه توم مفرومه، توم عادي مفرومه كبيره، وتروحي مقلباها كويس. تاخديها برضو كده ايه، تسيبيها تتحمر فيها شويه، تروحي نازله عليها بالطماطم، هتسيبيها تتسبك مع الطماطم. حسيتي للحمه بعد ما الطماطم اتسبكت، حسيتي للحمه لسه ما استوتش، تروحي نازله عليها بنص كوبايه ميه، بس تكون ميه مغليه زي انا عملت كده. يعني انا هنا بعد ما حسيت اللحمه ما استوتش شويه، رحت ضايفه عليها ميه مغليه، ما تضيفيش ميه من الحنفيه بس. وتروحي نازله عليها بالباميه متفرزه في الفريزر. بصراحه لما بكون الحاجات دي عندك متشاله في الفريزر بتنفع في اي وقت، بتبقى منجزه جدا. بس كده. او في مره ان شاء الله تانية هوريكم ازاي انا بفرز الباميه وتحتفظ بلونها وبتبقى جميله جدا معاكي. هنا عشان دي تركايه حلوه جدا عشان تفضل محتفظه بلونها ولونها يبقى فاتح ما يبقاش غامق معاكي. اول ما بتضيفي الباميه بتضيفي عليها ليمونه، لو ليمونه كبيره بتبقى ليمونه واحده، لو ليمونه صغيره تضيفي عليها ايه، ليمونه ونص. ما تزوديش عن كده عشان تدي اختيار للي يحب ياكل يزود ليمون او لا براحته. وتروحي طبعا حاطه ملح وفلفل بس. بصراحه الطبيخ ما بيحبش غير ملح وفلفل، كتر التوابل بيضيع طعم الاكله خالص. حطينا الملح والفلفل وكل توابلنا وحاجتنا، هنسيبها تغلي وهي مش هي متعريه. بعد كده بعد ما بتغلي كويس معاكي، تاخد كذا غلوه كده، تروحي مغطياها مثلا ايه 5 دقايق كده ولا حاجه، لغايه ما تحسي الباميه واللحمه استووا خلاص. بس كده زي ما انت شايفه معايا الصلصه ما شاء الله جميله. الباميه لونها فاتح ازاي وجميل مش مغمقه معاكي. سر عدم غمقان الباميه في حاجتين اتنين، بتحطي ليمون اول ما بتنزلي الباميه، وتاني حاجه ما بتغطيهاش اول ما الباميه بتنزل على اللحمه، لا بتسيبيها تغلي شويه كويس. بعد كده بتاخد غلوتين 3 وبتبقى تغطي عليها براحتك. طبعا عملت جنبها رز بشعريه، طبعا ده طريقته سهله جدا، وطبعا انتوا اكيد اشطر مني فيه. بعمل نص يعني مثلا انا عامله كوبايتين رز عليهم كوبايه شعريه، حط عليهم كوبايتين وربع ميه. وطبعا الميه بتبقى حسب الرزايه بتاعتك، كل واحد بيبقى عارف الرز بتاعه بيستوي ازاي، مش كل رز بيستوي في نفس الميه نفس مقدار الميه بس. وزي ما انت شايفه الباميه معاكي جميله ومستويه ما شاء الله، اللهم بارك. وبألف هنا يا حبايبي. ولو وصلتوا معايا لاخر الفيديو ما تنسوش اللايك ولا الشير، ولو اول مره تشوفوني في القناه فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وان شاء الله اشوفكم في المره الجايه في وصفه جديده مع اسماء سليم، ومع السلامه.